تبحث عن منزل أحلامك؟ مع عقاراتنا ستصبح جزءاً من مجتمع مترابط، حيث ستشعر بالانتماء والراحة. تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن عقاراتنا وتحقيق حلمك بامتلاك منزل مثالي. ازيكم عاملين ايه؟ انا عز محمد، وده الشرح التاني لبرنامج كريت ستوديو. النهارده هناخد في الشرح دوت جزئية مهمة جدا. لو انت بتعمل انيميشن بيجري او راكب عجلة او راكب عربية، او بيعمل اي اكتيفيتي فيها حركة، فانت على البرنامج كريت ستوديو مش هتعرف تحركه فريم باي فريم. احنا هنستخدم الكاب كات في الشرح بتاعنا النهاردة عشان تقدر انت تحرك الشخصية ديت من البوينت A لحد البوينت Z لحد ما الفيلم يخلص. زي ما انت شايف كده انا بحرك الشخصية قدامك على الشاشة وانا بسجل. الشخصية بتتحرك لحد اخر فريم لحد ما تطلع بره الفيديو كله. هنعمل ده ازاي؟ اول حاجة هتختار الخلفية بتاعتك من على برنامج كريت ستوديو وتروح حافظها. انا اخترت المشهد دوت وحفظتها. رفعتهم على كاب كات واخترت الانيميشن ان انا برضو رحت حافظه برضو على لون اخضر عشان اعرف ان انا افصل على البرنامج. انا خدت اللي هي الانيميشن اللي فيها الصاروخ، خرجت الشخصية بتاعتي برا الكادر خالص، وحددت الفريم بوينت. زي ما انت شايف هتشوف دلوقتي الفريم بوينت بتفعله كده، هو اتفعل معانا. بنبدأ بقى ان احنا نقف على اخر فريم في الفيديو بتاعنا بتاع الانيميشن، وتفعل برضو البوينت برضو بتاعتك. كده الانيميشن بتاعنا بيتحرك في الخلفية. وفي جزئية تانية هنشرحها ازاي لو الانيميشن في لابس تيشيرت ازرق او تيشيرت اخضر او راكب عجلة مثلا لون اخضر، فانت لو الخلفية بتاعتك خضرا مش هتعرف تفصلها عشان اللون بتاع العجلة هيروح معاها، او لون اللبس هيروح مع الخلفية. فهنعرف ازاي برضه هنغير برضه الالوان بتاعه الشخصيات، الوان اللبس او الوان اي حاجة من البرنامج. برضه هنختار برضه حاجة تانية برضه نشتغل عليها كمثال. هختار الشخصية ديت وابدأ ان انا اختار الانيميشن بتاعها. زي ما انت شايف كده العجلة لون اخضر، فانا ازاي ان انا اغير العجلة ديت اخليها لون تاني؟ اخش على الادفانس واختار ريبليس كولر واختار اللون بتاع العجلة وابدأ ان انا اغير فيه. نعرف ان انا ممكن اخليه لون اسود او افتح اللون. عندك الحرية الكاملة، حتى برضو لو عايز تغير لون التيشيرت برضو بتختار برضو ريبليس كولر وتختار اللي هتدوس على اللون، بعد كده تروح دايس على التيشيرت او على الحاجة اللي انت عايز تغير لونها، فيبدأ ان هو يسحب اللون بتاعها. كده انا اخترت الشخصية بتاعت العجلة. عايز اكرر الاكشن عشان ما يعني يخلي مدة الزمنية بتاعت المشهد بتاعي او الانيميشن بتاعي تكون كبيرة عشان اعرف ان انا احطها وابقى اقصرها زي ما انا عايز فيما بعد يعني في المونتاج. خلاص انا اخترت المشهد ده، اروح مسيفه
وارفعه على الكاب كات. اخرج الانيميشن بتاعي بره الشاشة خالص. افتح الفيرمات بتاعتي، وابدأ اسحب الفريم بتاعي لحد اخر فريم الناحية التانية. خلاص كده هو اتفاعل معايا. بس ما تنساش ان انت تفعل البوينت فريم. ابدأ ان انا بقى ايه اظبط السرعة بتاعت الفريمات. هدوس كليك يمين واختار شو كي فريم. دي مناسبة جدا، ودي مناسبة. اه زي ما انت شايف كده، الحركة سلسة ما فيهاش مشكلة. الشخصية كأنها بتتحرك. احط بس ايفكت. عايز برضو تاخد برضو مثال تاني برضو على اي شخصية تانية؟ هنا برضو الحاجات اللي هي ال 3D اللي هي الايفكت اللي فيها حركة. عايز تاخدها مثلا تسيبها برضو على شاشة خضراء برضو زي ما انت عايز تقدر انت تعمل دوت. انا اخترت برضو الطبق الطاير، ممكن برضو افرغه برضو واحركه واعمل اللي انا عايزه، بس هو بيتحرك جاهز، وانا اقدر برضو احطه برضو في مشهد او اي حاجة انا عايزها. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان الفيديوهات اللي جاية هتبقى جامدة قوي وهتفيدك. وفي فيديو جاي هيكون بقى اللي انت هتسوق وتعمل باك لينك للمواقع بتاعتك من خلال ان انت خلاص الفيديو بتاعك، وفي فيديوهات للسيو. فخليك برضو ايه معايا. انا عملت هنا انيميشن صغير لمثلا تسويق عقاري.
في عندي كذا انيميشن ممكن اختار بينهم، بس استنى بس الانيميشن ده يحمل. احط انا شوية حركات، شوية اكشنات، كل ده بيفيد معاك ان هو بيطول مدة الزمن بتاع الشخصية. الباك جراوند قصيرة بتاعت ان انا حاطط على الشخصية، فممكن برضو لو انا عايز اطول الباك جراوند، بس مش ده هي المدة كده حلوة اوي. في عندي ترانزيشن دي حلوة، ممكن استخدمها في مشهد. ممكن اخد ديت تعمل بيها حاجة. ممكن اجيب دي مثلا تحتيه، بحيث ان هو لما ينط كأنه هو فاهم بيعفر بيعمل حاجة. ممكن دي كخبطة، فاهم. الحاجات الصغيرة ديت بتفرق في المشهد، ان هي تبقى يعني كأنه المشهد ده متعوب عليه. كأنه المشهد ده متعوب عليه، وانك انت اشتغلت عليه بقالك اسبوع ولا حاجة. اما هو اكشلي يعني حرفيا هو انت ما كملتش 3 دقايق عملت مشهد صغير جدا انيميشن، وحطيت عليه فويس اوفر من 11 لابس، وطلع معاك مشهد يعني اقل من 3 دقايق انت عملت مشهد انيميشن كامل متكامل. انت مش محتاج حاجة مثلا زي الافتر افكت اللي هو تقعد تحرك فريم باي فريم وتجيب الشخصيات وتصمم. بص نيجي المشهد بقى كده. لحتة ال AI، ان احنا دلوقتي هنعمل السكريبت بتاعنا وهنسجل في 11 لابس. 11 لابس دوت موقع بالذكاء الصناعي بيعمل فويس اوفر بكل لغات العالم. دقته يعني 70 ل80% في اللهجات كلها. انا هنا عملت لي سكريبت كده صغير. ما بحبش جومانجي في السكريبت، ان بحس ان هو يعني بيديني حاجة معقدة شوية يعني. عكس شات جي بي تي بقول له اديني النص، فهو بيديني النص كله من غير ارشادات ولا اي حاجة، او بيكتب لي النص اللي انا هقوله اللي هو حتة واحدة كده خلاص شكرا. جومانجي بيبقى تحس ان هو فورمال قوي يعني. هننقي صوت دلوقتي بينفع للاعلانات من المكتبة بتاعة الفويس. بس نظبط بس ايه التكست بتاعنا. في موقع تاني برضه مجاني برضه تبع مايكروسوفت، ده بيديك 10 دقايق في يعني مش ليميتد، لأ 10 دقايق في مقطع كامل. يعني ده انت لو السكريبت بتاعك 2000 ولا حاجة مثلا كام، 8000 كلمة مثلا 8000 حرف، ممكن يبقى 10 دقايق. No hay mayor daño que el del tiempo. Whoso loves believes the A single rose can be my Let me sell you a pile of بص widgets هتلاقيني for واقف one. هنا على I've never been التراستد. hurt by anything I
Excellence is not a skill, it is an attitude. هي في الأشخاص Genius is هي دي 1%. اللي بتبقى The مترشحة ballot is أكتر. stronger than the bullet. أنا أختار الصوت دوت وأضيفه في المكتبة. The ballot is stronger than the bullet. هسيبه يعمل جرينيت للفويس. هل تبحث عن منزل أحلامك؟ مع عقاراتنا ستصبح جزءاً من مجتمع مترابط، حيث ستشعر بالانتماء والراحة. تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن عقاراتنا وتحقيق حلمك بامتلاك منزل مثالي. عقاراتنا هي المكان المثالي لعائلتك، حيث يمكنك الاستمتاع براحة البال وخلق ذكريات لا تنسى والشعور بالانتماء إلى مجتمع مترابط. تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن عقاراتنا وتحقيق حلمك بامتلاك منزل مثالي. تسلمي، شكرا. حمل الفويس وابدأ اللي انت تضيفه على كاب كات على أي برنامج مونتاج، حتى لو كاماستيا، في المورا، أي برنامج مونتاج ابدأ ان انت تعمل بيه مونتاج. ده الموقع التاني، ده بيديك 10 دقايق طول العمر. يعني هو يعني انت ممكن تسجل في المرة واحدة 10 دقايق وتسجل بعديه تاني وتالت ورابع. ما يعني في لهجات كتير ولغات كتير. يعني زي ما انت شايف، في اسباني بكذا لهجة، في انجليزي بكذا لهجة، هتلاقي برضه العربي برضه بكذا لهجة، بس يعني ما بنصحش بالعربي بيه. الميزة هنا في الانجليش، يعني في ناس اصوات ليها ايموشن معين. عشان انا بني ادم غبي، فكنت المفروض ان انا اخد التكست جاهزة. هل تبحث عن منزل أحلامك؟ مع عقاراتنا ستصبح جزءاً من مجتمع مترابط، حيث ستشعر الفرق طبعا بالانتماء والراحة. واضح بين 11 لابس تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد وكلاب عن تشامب. عقاراتنا وتحقيق حلمك بامتلاك منزل مثالي. عقاراتنا هي المكان في عندك المثالي انت ممكن تاخده لعائلتك، كذا حاجة تانية. حيث يمكنك الاستمتاع. هل تبحث عن منزل أحلامك؟ مع عقاراتنا ستصبح جزءاً من مجتمع مترابط، حيث ستشعر بالانتماء والراحة. تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد عن عقاراتنا وتحقيق حلمك بامتلاك منزل مثالي. هل تبحث عن منزل أحلامك؟ مع عقاراتنا ستصبح جزءاً من مجتمع مترابط. يعني كده ممكن تكون احسن شوية. لو انت بقى وصلت لهنا فانت خلاص، دي نهاية الفيديو. بس ما تنساش ان في فيديو تاني، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصل لك باقي الفيديوهات بتاعتنا. وطبعا ما تنساش البرامج دي موجودة على دكتور فرفر، فانت الموقع شغال دلوقتي. تنسى تحمل البرنامج. في برامج تانية هتكون موجودة برضو معانا هنا في القناة. ما تنساش انت برضو تحط كومنت برضو تقول لنا انت
اللي واقف معاك، مش في مشكلة عندك في البرنامج مش عارف تحلها. انا كده كده بقرا الكومنتات. وفي الانستا، انا هتلاقي الانستا موجودة على القناة برضو. فيلا اشوفكم بخير، وان شاء الله استنوني الفيديو اللي جاي.